السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. نتوما والناس العزاز على قلبكم، وعواشركم مباركه ان شاء الله. تعيدوا وتعاودوا بالصحه والسلامه، وكل عام وانتم بالف خير. هاد القصه ديال اليوم من اكثر القصص في البشاعه وفي القسوه، عامره التشويق والاثاره، وفي نفس الوقت ما كيتقبلهاش العقل البشري. نزيدكم ان هاد القصه خوتي خواتاتي تعاودت ليا بلسان واحد الجاره ديال الضحيه وديال المجرم في نفس الوقت. هاد الجاره مازال كتعاود ليا ومازال ما نساتش الاحداث ديالها وما نساتش الضحيه، لانه كان من اطيب خلق الله. وهاد القضيه راه داز عليها 22 عام، لانها دازت في 2001، ومازال هاد السيده عاقله على التفاصيل ديالها بالتدقيق. وهاد التفاصيل اللي غنتقاسمها معكم بالحقائق ديالها، ولكن الاسماء ديالها راها مغيره، يعني الاسماء ديال الشخصيات راها ماشي حقيقيه، حفاظا على الاهل، لا ديال سواء الضحيه سواء ديال المجرم اللي مازالوا كيعانوا من هذه الواقعه. نتمنى من الله تفهموني. اكيد ان العنوان ديال هذه القصه عطاكم فكره على المحتوى: قتل وحرق باسم الفقر. اشنو هذا الفقر؟ هذا النوع ديال هذا الفقر اللي غيخلي الانسان غير يرتكب هذا النوع ديال الجرائم، ويخليه كيتصرف فيه عادي بحال كيشرب الماء، بحال شرب الماء عنده. ولكن الحمد لله لان المجرمين ناقصين عقل، زائد على الذكاء ديال البوليس وديال رجال الشرطه اللي كيكونوا ضابطين شغالهم واللي كيكشفوهم، لان التخطيطات ديال هاد المجرمين كتكون ساذجه وغبيه. ما نطولش عليكم اخوتي ونبدا القصه ديالنا. وما تنسوش ان الدعم ديالكم وتشجيعاتكم كيحفزوني، فما تبخلوش عليا بهم، وكنشكركم بزاف عليهم. في واحد الصباح رجال الدرك غيجيهم بلاغ من واحد السارح بلي راه لقى واحد الجثه محروقه في واحد الغابه في نواحي مدينه بن سليمان. بعد ما غيوصلوا رجال الدرك غيحاصروا المكان وغيعينوا الجريمه، غيكتشفوا باللي بالفعل راه كاينه جثه محروقه. والغريب في الامر انه كانت مربوطه بالسلك. من بعد ما عينوا الجثه تعرف باللي راها الجثه ديال راجل. غتوجه الشرطه مباشره للسكن ديالو، حيث المجرم سهل على البوليس المأموريه وسهلها عليهم بزاف وبزاف. وغيلقاو لاكارت ناسيونال ديال الضحيه ما تحرقاتش، وحيت المجرم ديما كيخلي لي تخاص، وحيت الروح فريمون راها عزيزه عند الله بزاف، انسى المجرم ما تخلصش من لاكارت ديال الضحيه. غيتوجهوا البوليس بالضبط لواحد الحي من احياء مدينه الدار البيضاء فين كان كيسكن الضحيه. كيف غيوصلوا؟ غيلقاو باللي العائله ديال الضحيه هذه 3 ايام وهما كيقلبوا عليه، ما خلاو فين مشاو. قلبوا عند صحابو، وسولوا العائله ديالو اللي كانت في العروبيه، سولوا الاصدقاء اللي كيحتك بيهم، الاماكن اللي تيمشي ليهم ما كاينش ليه الاثار، وحتى التليفون ديالو كان طافي. وهنا غادي يبدا التحقيق والبحث اللي غيوضح باللي رشيد اللي هو الضحيه خرج قبل يومين هادي من المحل ديالو وما عاودش رجع. رشيد كان واحد الانسان بسيط وكان متواضع، الخدمه ديالو نجار، يلاه تزوج ومازال ما فرحش بحياته الزوجيه. كان الحلم ديالو يكون اسره بحال جميع الرجال. وخي الله بدا حياته الزوجيه، حياته العمليه كانت ممشيه ومزيان وبزاف. من بعد ما غيجي رشيد من العروبيه غيفتح واحد المحل ديال النجاره في واحد الحي من احياء مدينه الدار البيضاء. كان مخدم معاه شي وليدات وكان كيتعامل معاهم بحال ولادو، كانوا كيعاونوه وفي نفس الوقت كيتعلموا الصنعه. عاد عنده الكليان ديالو وغادي بخير في خدمته. كان معروف عليه في الحي ديالو المعقول، وكان من اطيب خلق الله. كل شي جيرانو كيشهدوا ليه بالطيبوبه اللي فيه، وحتى الكليان ديالو كيشهدوا بخدمته اللي كانت متقونه ومعقول في خدمته. وملي كيعطي الكليان الكلمه كيوفي بها. الا قال لك اجي غدا صافي دي غدا اجي تاخذ السلعه ديالك بدون نقاش. بقى رشيد خدام على راسو سنين، وبفضل الله بطبيعه الحال وفضل المعقول اللي كيتعامل به غيتزادوا في الرزق.
هنا رشيد بدا يفكر يوسع المشروع ديالو. حاجه طبيعيه، الانسان تيبدا صغير باش تيكبر شويه بشويه. بغى يوسع المشروع ديالو ويوسع المحل ديال النجاره. بعد ما فكر رشيد في هادشي، فواحد النهار غيمشي عند واحد الجار ديالو اللي كان سمسار سميتو علي، كان ساكن حداه قريب منه بزاف في الحي. قال هاد الجار ديالي هو اللي غيوقف معايا بحكم يعني الخدمه ديالو، راه غيلقى ليا داكشي اللي كنقلب عليه وداكشي اللي بغيت. واخا علي كان شويه منغلق وما كانش كيعمر مع الجيران وما كانش كيتداخل معاهم وكان مطوي على راسو وما كيعمر مع حد، واخا هكاك ملي مشى عنده رشيد فرح به وغيوعدو باللي غيوقف معاه باش يلقى ليه داكشي اللي بغى. رشيد فهم السمسار علي باللي كيقلب على دار تكون كبيره وفيها المجازة تحت باش يقدر يوسع مشروعه ويخدم، وفي نفس الوقت تكون عنده السكنه ديالو الفوق باش يبقى قريب من خدمته. يعني الفوق راه كاينه دارو والتحت كاينه خدمته. من بعد غيرجع رشيد المحل ديالو غيكمل خدمته بشكل عادي، ومره كيسول الجار ديالو لانه كان غير قريب ليه، واش لقيتي ليا شي حاجه؟ حتى لواحد النهار علي غيقول لرشيد راني لقيت لك واحد الدار اللي بغيتي، ودابا دير معايا شي وقت باش تمشي تشوفها، وإلا عجباتك غادي نتوكلوا على الله. داكشي اللي كان داروا الوقت ومشاو يشوفوا الدار. فعلا كانت الدار زوينه وعجبات رشيد، كانوا فيها كاع المواصفات اللي بغا، وحتى ثمنها كان مناسب بالنسبه ليه. رشيد فهم السمسار باللي غير غيتقضى الغرض غادي يتهلا فيه مزيان. هنا السمسار تحمس كتر، و اون بليس بقى تيقول هذا جاري وقف عليا ما فيها باس، خصني نقضي معاه الغرض حتى الاخر، ودار مسكين مجهوده كله باش تكمل هاد البيعه. علي ما دوش الوقت بزاف واتصل بجارو رشيد باش يمشيو يشوفوا مول الدار ويعطيوه العربون. داكشي اللي كان رشيد غيهز معاه 30 مليون وداز المحل ديالو ووصى الدراري على الخدمه، يعني اللي طالعه واللي نازله واللي تقضى ووصاهم على كلشي داكشي اللي خصو يقضيوه. صافي وخرج بغى يتوكل على الله. وقبل ما غادي يخرج من المحل غيجي واحد الكليان غيتصادف معاه في المحل ديالو، بقى كيدوي معاه. الكليان كان حاط عنده شي طوابل وشي سدادر باش يصوبهم ليه. رشيد قال له الله يخليك غير عطيني اليوم وتا الغدا ان شاء الله واجي ليهم راهم موجودين، حتى الغدا راني غير اليوم مشغول وعندي واحد الموعد غنقضي واحد الغرض الا يسر فيه الله، وغدا اجي تاخذ السلعه ديالك. ما كاين مشكل. من الليل بغى يمشي الكليان في حاله، غيطلبوا رشيد باش يوصلوا في طريقه. قال لي الله يخليك غتديني راني غادي عند واحد السمسار، راني شفت واحد الدار وبغيت ان شاء الله الا سهل فيها الله غادي ناخذها ونبدل شويه المشروع ونكبر شويه ان شاء الله بلاصه الخدمه الى كتاب. الكليان فرح ليه قال ليه الله يسر ليك، وركب معاه في الطوموبيل. بقاو غاديين كيهضروا من هنا ويعاود ليه ويقول ليه قال لي راني غادي بالعربون وراني الدار شتا، وتيعاود ليه مسكين على نيته على الدار. وهاد المعاوده ديال هاد رشيد وبعفويته، حيت هو كان معروف عليه العفويه وكان معروف عليه اللي في قلبه على لسانه وتيعاود لكل شيء وتيضحك مع كل شيء ومتواضع مع كل شيء. هاد النقطه بالذات هي اللي غادي توقف مع البوليس مزيان وغتساعد البوليس مزيان فين غادي يتعرفوا على المجرم. بعد ما وصلوا قدام المحل غيقول الكليان صافي خويا حطني غير هنا، راه هو المحل الله يرحم لك الوالدين. بسلامه الكليان مشى في حاله كمل طريقه، ورشيد دخل عند السمسار علي. كيف غيدخل رشيد المحل السمسار لقى عنده شي ناس مهم علي كيديو يجي معاهم في الهضره، هذا باغي يشري هذا باغي يكري، جالس معاهم في المكتب. غيقول رشيد طلع خويا الفوق للسده وارتاح مع راسك، انا غنكمل مع الناس وانا معاك. داكشي اللي كان طلع رشيد للسده اللي كان دايرها السمسار الفوق وبقى مرتاح مع راسو. كانت سده كبيره ومفرشه. رشيد بقى متكي ومرتاح وكيتسنى في علي السمسار يكمل مع الناس. غيدوز شويه الوقت، بعد ما غيمشيو الناس غيطلع علي عند رشيد للسده الفوق وبقى كيدي ويجيب معاه في الهضره وغيسولو على العربون. هنا رشيد غيوريه الفلوس اللي كانت 30 مليون. من بعد السمسار غيجيه اتصال في التليفون، قال ليه انا غندوي في التليفون ونرجع لعندك. هبط السمسار لتحت وما دوش بزاف ديال الوقت،
حتى غادي يدخل المحل ديالو وغادي يطيح المكانه ديال الضوء، وطلع الفوق للسده عند رشيد. وقبل ما يطلع ولات الظلمه، يعني في المكتب كاينه شويه ديال الظلمه لان داخله من الزنقه، ولكن السده الفوق كانت مظلمه كلها لان ما كان فيها لا شرجم ولا والو. وطلع الفوق، ملي تم غادي طالع للسده عند رشيد، هز واحد الشاقور، هز في يدو واحد الشاقور وطلع الفوق وبقى كيضرب في رشيد. رشيد في الاول بقى كيقاوم، ولكن اشنو غادي يقاوم؟ غيقاوم الضرب ديال الشاقور، ما عرف داكشي منين جاه، كيفاش، علاش، اشنو. السيد ما عرفش مسكين باش تبلى، الظلمه كاينه في السده، اشنو غيشد، اشنو غادي. بقى مسكين كيقاوم في هذاك الضرب ديال الشاقور، ولكن بحكم الظلمه وبحكم ما يمكنش يقاوم هو الشاقور. ولا حول ولا قوه الا بالله. بقى السمسار كيضرب وتيعاود وتيضرب فيه تيعاود حتى قتلو. ملي تاكد السمسار بلي رشيد مات، غيرجع يشعل الضوء. بقات الدنيا كلها في هذيك السده عامره بالدم، الفراش، الزربيه، الحيوط، كلشي عمر. غيجيب السمسار واحد السلك رقيق وغيطوي رشيد على جوج. بعد ما ربطو مزيان، دارو في واحد الميكه كبيره وهبطوا للطوموبيل ديالو وسد المحل ديالو وداه للغابه. ملي وصلوا للغابه، غيحط رشيد هكاك مطوي على جوج، مكتوب كلشي ليه، وغيخوي عليه ليسونس وغيشعل فيه العافيه. ومن الخلعه اللي كانت فيه ما قلبش الجيوب ديال رشيد اللي كانت فيهم لاكارت ناسيونال، واللي عاونات البوليس باش يتعرفوا على هويه الضحيه رشيد. كيف ما قلت لكم في الاول، السمسار ما تخلصش من لاكارت. غير جا السمسار المحل ديالو وغيحاول ينظف ديك السده والفراش اللي فيها. هادو كانوا هما التصريحات والاعترافات ديال السمسار بعد ما شدوه البوليس. وهنا خوتي غنعطيكم التفاصيل كيفاش غيطيحوا عليه البوليس. بعد ما البوليس بداو في البحث ديالهم، اول وحدين سولوهم وهما المتعلمين اللي كانوا خدامين مع رشيد في المحل. غيقولوا لهم بلي اخر مره شافوا فيها رشيد من واحد 3 ايام هادي، جا عنده واحد الكليان وداه معاه في الطوموبيل، ومن تماك رشيد ما عاودش رجع وما عاود شافو حتى شي واحد. من بعد البحث والتحريات ديال البوليس غيتصلوا بالسيد اللي وصل رشيد، يعني الكليان. غيقول لهم بلي رشيد طلبني نوصلو عند واحد السمسار كان داير معاه موعد، وعاود ليهم قال لي مرة كان داير معاه موعد وقال لي راني غادي ليه بالعربون وراه باغي يشري واحد المحل كبير باش يوسع خدمته. وبالفعل راني وصلته لهذاك المحل وخليته دخل وانا كملت طريقي، وإلا بغيتو نديكم المحل ديال السمسار. هنا بطبيعه الحال البوليس غيمشيو مع الكليان حتى وصلهم للمحل. البوليس غيلقاو المحل ديال السمسار علي مسدود، غيتسناو شويه حتى غيبان ليهم راه جاي، وغيحل المحل ديالو والسيد كيتصرف عادي كانه ما دير حتى شي حاجه. غيدخلوا البوليس لعندو وغيسولوه على رشيد، واش داز لعندك، واش شفتيه. السمسار انكر وقال لهم لا انا ما شفتوش وما جاش عندي، ولكن طريقته ديال الهضره والخلعه اللي بانت ليه على وجهه خلات البوليس يشكوا فيه وما يتيقوش. واللي زاد في الشكوك ديال البوليس كتر وكتر انه كانت واحد الريحه خايبه في المحل، خايبه بزاف. بعد ما بقاو كيسولوا فيه غير لاحظوا بلي كاينه واحد السده الفوق، فوق المكتب كاينه السده. قال لهم بلي مره كنطلع نرتاح فيها. هنا البوليس ما تردوش باش يطلعوا يقلبوها. كيف غيطلعوا غيزيدوا يشموا ديك الريحه الخايبه تزادت كتر وكتر. غيكتشفوا من بعد بلي واحد شويه ديال الدم كان محصور ما بين الزليج، ما بين زليجه وزليجه كاين الدم هابط. ما شافوش السمسار ملي كان كينظف هذيك البلاصه، ما شافهاش. وغيلقاو واحد الميكه كبيره كانت محزومه، ملي غيفتحوها غيلقاوها زربيه وعامره بالدم، وهذيك الزربيه هي اللي كان طالعه منها هذيك الريحه الخايبه بزاف. البوليس زاد تعمق في التفتيش ديال ديك السده، وزادوا بقاو كيقلبوا حتى غيلقاو الشاقور كبير، وغيلقاو سلوكه رقاقي. هنا على السمسار ما لقى ما يقول. مسرح الجريمه هو هذاك راهم فيه، أداة الجريمه هي داك الشاقور اللي طاحوا عليه، والمجرم ها هو قدامهم. بعد ما غيعتقلوه وفي التحقيق غيعترف ليهم باللي رشيد ما كانش اول ضحيه ديالو،
غيقول باللي فات ليه قتل واحد السيدة بنفس الطريقة، وشرح لهم التفاصيل ديال هاد الجريمة وديال هاد السيدة اللي مازال التحقيق كان مفتوح عليها. وفي المحاكمة ملي غيسولوه علاش درتي هاد الجرائم كلها، غير ردد كلمة وحدة: قبح الله الفقر. بعد النطق بالحكم علي غيتحكم بالمؤبد. هاد الحكم وهاد الوضع الإجرامي دمر العائلة ديالو كاملة، كما دمر العائلة حتى ديال الضحية. الجارة كتقول باللي الجارة يعني مرات اللي ارتكب الجريمة جاها شلل نصفي، حيت ما استوعبتش وما تقبلتش ان داك الراجل اللي كان معاه والده معاه الاولاد كيخرج منه هذا الشيء كامل. ولادو بطبيعه الحال حتى هما ما تقبلوهاش، واضطروا يرحلوا من هذاك الحي لانه كانوا جيران وكانوا معروفين، يعني كارثه. ما مصدومين، ما عندهم ما غاش غيبقاو يديروا تما، يعني ديما غيبقاو الناس يشوفوهم غيتفكروا ديك الجريمه، يعني حتى شي واحد ما عرفهم فين مشاو. تخلصوا هذا الذنب اللي ما كان عندهم فيه حتى شي يد، حيت علي ما عمرو ما عرفوا شي واحد اشنو كيدير ولا حتى كيفاش كيفكر. جيرانو كاملين كيقولوا باللي كان واحد الشخص منغالق على راسو، عمرو ما تدخل مع جيرانو في حتى شي حاجه، كانوا كيشوفوا داخل او لا خارج من دارو. يعني الا كان الفرح في الحي ما كتلقاهش، كانت الجنازه في الحي ما كتلقاش، يعني اشنو ما كان في داك الحي ديما علي غايب وما كاينش وما حاضرش وما كيتدخل مع حتى شي واحد كيف ما قلت لكم في حتى شي حاجه. هنا خوتي قصتنا سالات، والعبرة منها هو أنه الفقر ما عمره ما كان عيب، معيب غير العيب. الإنسان كيرضى بالقليل باش كيرزقو الله الكثير، والقناعة راها شي حاجة اللي زوينة بزاف، والله يقنعنا ويقنعكم بالله. وغنقول لكم إلى اللقاء وإلى قصة جديدة بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله.